ولكن في الآية الثانية ولمن صبر مش بس وغفر. الله، ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريم. ما دام غريم قدامي يبقى يهجني على المعصيه. لكن اللي ماليش غريم فيها دي ايه اللي يهجني؟ ماليش. يبقى ما دام قدامي اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهجني على الشر. دي تبقى عايزه صبر واسع، لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. فقال لك بقى خليك من اولي العزم. ولا من صبر، مش بس صبر وغفر. إن ذلك، مش قال من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور. عايزة تأكيد كبير قوي دي. ليه؟ لأنه قدامي يهيجني على الإيه؟ على الشر. ولذلك يقول لك خذ المراحل اللي ربنا إيه؟ قال لك اكظم غيظك. أدي واحدة. اعفي عنه. أدي تاني. والله زي الأول إيه؟ اكظم غيظك. معنى كظم الغيظ يعني الغيظ يبقى ايه؟ موجود في الجوف بس انا ايه؟ مش مخليه ينفذ. والعافينا انه يطلع الغيظ من قلبه وكانها لم تحدث. والله يحب المحسنين. يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العمليه دي ويعمل له حسنه. قالوا له يا بقى انت بعد ما تبقلجني وتقول لي اكظم غيظك، سمعني نعفي نطلع، تقول لي برضه احسن له تاني؟ المساله ده قسي على النفس. قال لن مش بلزمك. ان حلت لك المراحل فتممها، وان وقفت عند مرحله واحده لكتر خيرك، ان كظمت بس كتر خيرك. لكن الله اباح لك ان تعتدي عليه كما اعتدى عليه. فان كظمت غيظك تبقى مرحله، يبقى ان اعتديت انت مش ملوم. فاعتدوا عليه بمثله، مش ملوم انت. انما ان اردت ان ترتقي في جانب صفاء الخلق اكظم غيظك ما تعتديش. وعايز تترقى كمان شويه طلعها من قلبك واخلص منها، اعفي. عايز تترقى شويه احسب اليه. فواحد قال له بقى يا اخي هعمل فيك كده، ما اعتدتش، ادي واحده. كظمت غيظي، ادي الثانيه. خلاص عفيت، ادي الثالثه. عايزني برضه احسن اليه تاني؟ قال لك لو انت عاقل وعايز ترتقي الى القمه تعفى عنه. قال لك ليه؟ قال لك لان الذي يسيء خلقا من خلق الله يجعل الله في جانب الذي اسيء. وما دام جعلت الله في جانب المسيء تبقى تستحق مكافاه ولا مش مستحقه؟ الا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ الا احسن. احنا ضربنا مثل مره وقلنا افرض انك انت دخلت لقيت ولد من اولادك ضارب الولد، يبقى فيه معتدي وفيه ايه؟ معتدى عليه. خلاص تقوم انت خدت المعتدى عليه وطبطبت عليه ومعاك حاجه اديته حلوه وكان عايز منك حاجه اقول له هجيبها لك بكره، انا مش عارف ايه، وتوددت اليه. الواد اللي اعتدى يقف يعمل ايه؟ ده يزعل اللي اعتدى لان ابوه يعني خد باله من الولد. اهو ربنا كذلك ساعه ما يشوف خلق من خلقه اعتدى على خلق من خلقه يحتضن مين؟ المظلوم.